ازاي تهين مصر والمصريين؟ ايوه تهينتوا، انت حركت قدام الدنيا كلها والدنيا بتصور. انما عايز اقول لك كلمتين يعني. اللي يسمح لزوجته في فيلم تقلع البتاع وتحطه في شنطتها وتخرج يبقى مش محترم. اعرف احمد حلمي من ايام ما كان شاب فقير جاي من بنها، والفقر مش عيب، انا جاي من شغل الفقر العيب. وجه سكن في داير الناحيه حاره كده في اوضه، برضه ده مش عيب. انما انت يا احمد لما تهين المصريين، الراجل المخرج اللي قاعد تقول له انت قاعد صف اول تلاقيك معاك، تقول له انت جنسي مصري، مصري جزمته بدماغك يا احمد يا حلمي. والفيلم اللي انت عملته باسم مصري بتاع النوم في العسل، واضح ان عسل اسود، واضح انك لسه في العسل الاسود. والفيلم ده من حسن حظك انه اتذاع قبل 25 يناير او نزل قبل 25 يناير في الهيصه. ازاي تهين مصر والمصريين؟ ايوه تهينتوا، انت حركت قدام الدنيا كلها والدنيا بتصور. وبعدين فين؟ في مصر؟ احنا في مصر؟ لا، في السعوديه. انما عايز اقول لك كلمتين يعني. اللي يسمح لزوجته في فيلم تقلع البتاع وتحطه في شنطتها وتخرج يبقى مش محترم. هتقولي ده تمثيل؟ هو التمثيل ده مش قدام مصورين؟ رسالة المفروض. انت جاي توقف ولا شنطه يا باطل؟ العمليه مش ناقصه يعني. ها؟ قلعته وحطيته في شنطته يا خارجه. فين نخوة الفلاح بتاع بنها؟ فين؟ هو ده الفن اللي بتعلموه؟ فمش غريب عليك انك توافق على المشهد ده. وطبعا الفيلم كله بقى زنا ومحارم وخمره وكل الخرا فيه. اللي يوافق على المشهد ده. وعايز اعرف انت ايه علاقتك بثوار 25 يناير؟ رايح الميدان وعمال تعمل كده انت كمان. ده انت مش مليونير، ده انت مل ربنا يدينك ويزيدك. عيب. بس اقول ايه؟ فين اشرف زكي؟ تاني؟